ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض الكبسه باللحمه. عايزه اقول لكم بقى بدون بهار كتير وبدون اي حاجات كتير قوي يعني. المهم نعملها بطريقه سهله وبسيطه وهقول لكم على تريكات حلوه قوي هتطلع معاكي كبسه سعودي بالظبط. عايزه اقول لكم بقى ايه، طعمها تحفه وريحتها كانت قلب الدنيا. دايما لما تيجوا تعملوا شوربه لحمه او هتيجي تعملوا كبسه مثلا، دايما اختاروا حته اللحمه او قطعه اللحمه اللي يكون فيها دهون. وانا هنا مختاره قطعه من الريش عشان اعمل بيها الكبسه، وعايزه اقول لكم ادتني نتيجه كويسه جدا جدا. وطبعا دايما ادعوا الدعاء ده، اللهم احفظ هذه النعمه من الزوال، يا رب احفظها من الزوال. ويا رب يا رب يا رب كده كل النعم اللي في حياتنا ربنا يحفظها لنا من الزوال وما تزولش ابدا يا رب. ودايما ادعوا الدعاء ده. المهم تعالوا بقى نعمل نحضر اللحمه، بسوحها عادي جدا. انا هنا شوحتها في الحله البريستو، ودي التركية التانية اللي انا بحب اعمل الكبسة فيها، وهي الحلة اللي هي الضغط البريستو. بتديني طعم وبتديني نتيجة للرز البسمتي حلو قوي. هنا بقى شوحت اللحمة بقطعة من السمنة كده أو معلقة من السمنة، وحطيت عليها حبهان وبصلاية وفلفل أسود. وبعد ما اتشوحت ضفت عليها شوية من المية بقى وسبتها تتسلق براحتها خالص. وبعد ما اتسلقت جبت بقى حلة أو هي نفس الحلة يعني، شوحت فيها البهار اللي هو الكاري أو الكركم براحتكم، ومعاه واحدة بس من القرفة العيدان. وبعد ما شوحت البهارات كده وشميت ريحتها في معلقة من الزيت، نزلت عليها باللحمة وشوحتها بالشكل ده. وبعد كده نزلت عليهم بالرز البسمتي المنقوع ومغسول ومتصفي كويس جدا. طبعا بعد ما قلبت كده اللحمه مع الرز والبهارات، حسيت ان انا محتاجه لسه اضيف رشه كده من الكركم. فضفت رشه من الكركم وبس، خلاص زودت الميه بتاعتي وحطيت الملح. وكلت احلى شويه كبسه، وبالظبط اخدت معايا 20 دقيقه في التسويه بتاعتها. وعايزه اقول لكم طعمها تحفه بجد، لازم تجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. على فكره انا عملت كذا طريقه للرز البسمتي وكذا طريقه للكبسه بطرق كتيره قوي قوي يعني، لازم تشوفوا الطرق دي. هحط لكم لينك ان شاء الله بتاعها في الديسكريبشن بوكس، وكمان هثبتها لكم في اول كومنت مثبت. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.